تصريح لأحد مشايخ الشيعة كان حاضر في برنامج الأمارة مع صديقنا سيد المسيس. نسمعوا بربي التصريح وكأني رأيك يا شيخ. لو عندنا كتاب موجود يقول هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله أكثر من مرة حاول الانتحار، هل تطالب بمنع الكتاب في تونس؟ لا أنا معك. هذا وين على البخاري تحدث يعني جميل جدا. أراد أن يلقي بنفسه. البخاري صور النبي صلى الله عليه وآله كمريض نفسي حاول الانتحار مرة في البخاري. يعني مشكلتكم مع فيلم إنه شعر النبي طويل والكتاب الذي يصور النبي الذي يصور النبي يحاول الانتحار. معروف أنه النبي حتى مريض نفسي. هذا أصح كتاب بعد كتاب الله. أنا كشخص أحترمك ولك الحق أن تعتقد بما شئت. هذا في صحيح بخاري. أولا على كلام الشيخ الشيخ ما ذكر في أن الرسول حاول الانتحار هذا ثبت في صحيح البخاري، ولكنه لم يثبت حديثا. ليس كل ما في البخاري حديث. ليس كل ما في البخاري حديث. ممكن يكون رواية. ممكن يكون رواية لا يتحمل مسؤوليتها. تشكيك كان الشيعي يقول لك هذا استنادا على احد اهم وابرز الكتب اللي ياخذوها اهل السنه كمرجع، تكون هذه اجابتك تقول له ما لازمكش تاخذها فقط هي روايه وكل هو اعطاك الحجه والبرهان. ما اعطاش حجه، هو ذكر هو يستند على اي كتاب لاهل الشيعه. ألم أقنعك أنا؟ بصراحه يا شيخ قلت لك هذا كلام مرسل. صحيح البخاري ليس مرجع من مراجع اهل السنه. مرجع إذا كان سند متصل. أما مسألة أن قوله يقدمون الرسول على أنه مريض نفسي فهذا كلام لا يليق. هو قال لا يليق لمسلم أن يقول إن الرسول عليه السلام مريض نفسي استنادا على ما ذكر في صحيح البخاري. ما يلزمش يقول هذا. موجود في صحيح البخاري. هو يقول ثم في البخاري كذا. أقصد الشيعة هؤلاء واضح يريدون أن يزلزلوا كل الأحاديث أو أصح كتاب بعد القرآن. رواية قالها الزهري، والزهري لم يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره. مش هذه القضية. هذا المسمى هذا الشيعي يريد أن يلبس ويسمي مع عقول التونسيين. وهنا أقول على الإعلام التونسي أن يوقف هذا الشخص إذا كان مشروعه هو بس السم في عقيدة أهل السنة في تونس. ليس على الإعلام التونسي. علاش يستدعي فيه؟ وخاصة نتوجه الكلام إلى برهان مسيس. يا برهان أنت أكثر مش تونسي. أنا قلت لي يثبت أنه تونسي. باهي برهان بسيس وكل اسمه. يا برهان اتق الله، أكثرت من دعوة هذا الشخص. اتق الله. ما دعانيش يا برهان بسيس. ما دعانيش. وأنا أقول له اتق الله، فهذا وسمة عار فيك يا برهان.